كأس العالم من البطولات الأعرق في كرة القدم رغم إنها مش البطولة الأقدم زمنيا، ولكن تعتبر البطولة الأضخم والأكثر مشاهدة وشعبية حول العالم. هو الحدث الرياضي اللي بينتظره عشاق اللعبة كل 4 سنين. هي البطولة اللي قادرة تفرح شعوب وفي نفس الوقت قادرة تبكي شعوب تانية. وبما إن احنا خلاص على أعتاب كأس العالم فهنقدم لكم حكاية منتخب في المونديال، ومفيش أنسب من إن تكون البداية مع منتخبنا الوطني منتخب مصر. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. والبداية مع كأس العالم الأوروغواي 1930. للأسف يا عزيزي منتخب مصر ما شاركش في النسخة دي من كأس العالم. هتقولي من أولها كده ما شاركناش؟ عايز أقولك يا صديقي إن النسخة دي ما كانتش معتمدة على التصفيات التأهيلية، وإنما كانت معتمدة على إرسال دعوة لكل منتخب من المنتخبات المشاركة. طب إيه اللي خلى مصر ما تشاركش في النسخة دي من كأس العالم؟ في مقولة بتقول إن مصر رفضت الدعوة لأنها شافت المسافة بعيدة بينها وبين الأوروغواي. وفي مقولة تانية وعلى الأرجح هي دي الصحيحة، إن بعض المنتخبات كانت هتتجمع في مدينة مارسيليا بفرنسا عشان يسافروا على متن سفينة اسمها فلوريدا إلى الأوروغواي. مصر كانت واحدة من هذه المنتخبات. طب إيه اللي حصل مخليناش نروح؟ في اليوم اللي المفروض المنتخب هياخد سفينة من ميناء الإسكندرية عشان يبحر في اتجاه ميناء مارسيليا، حصلت عاصفة في البحر المتوسط عشان تمنع المنتخب المصري من الإبحار، وبالتالي سفينة فلوريدا غادرت مارسيليا في اتجاه الأوروغواي دون المنتخب المصري، عشان تفوتنا السفينة ويفوتنا معاها حلم المشاركة في أول نسخة من نسخ كأس العالم. تتوالى السنين ويجي بعدها كأس العالم إيطاليا 1934. لأول مرة هتتعمل تصفيات لكأس العالم بدل نظام دعوة لكل منتخب من المنتخبات المشاركة زي ما حصل في البطولة اللي فاتت. كان في مقعد واحد هيحصل عليه منتخب من قارة أفريقيا وقارة آسيا، وللعلم تقريبا تركيا في الوقت ده كانت تابعة لقارة آسيا، عشان تضم مجموعة التصفيات كل من منتخب مصر وتركيا وفلسطين. في الوقت ده منتخب تركيا يعلن انسحابه من التصفيات، وبالتالي منتخب مصر هيواجه منتخب فلسطين في مباراتين بنظام الذهاب والعودة. مباراة الذهاب أقيمت في مصر وخلصت 7-1 لصالح منتخبنا الوطني، وبكده هتتلعب مباراة العودة في مدينة القدس زهرة البلدان عشان تخلص برضه لصالح منتخبنا الوطني، ولكن بنتيجة 4-1. سجلت مصر أول ظهور لها ولأي منتخب عربي وإفريقي في نهائيات كأس العالم النسخة الثانية إيطاليا 1934. البطولة في الوقت ده كانت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. 27 مايو 1934 مدينة نابولي بإيطاليا لعب منتخب مصر مباراة تاريخية وحيدة قدام منتخب المجر. في الوقت ده كان المدير الفني للمنتخب المصري المدرب الاسكتلندي جيمس ماكراي. وضمت القائمة أساطير الكرة المصرية في تلك الحقبة أمثال محمود مختار التتش قائد الفريق، والحارس مصطفى كامل منصور، وعبد الرحمن فوزي، ومحمد لطيف، وغيرهم من النجوم. بدأت المباراة وتقدمت المجر بهدفين، ولكن استطاع النجم المصري عبد الرحمن فوزي إحراز هدفي التعادل عشان يكون صاحب أول هدف لمنتخب عربي وإفريقي في كأس العالم. ولكن في النهاية قدرت المجر تضاعف النتيجة بتسجيل هدفين عشان ينتهي اللقاء ب4 أهداف لمنتخب المجر وهدفين للمنتخب الوطني المصري. وبكده يغادر المنتخب المصري الأراضي الإيطالية متجها إلى أرض الوطن، ولكن كأول منتخب خارج أوروبا والأمريكتين يشارك في كأس العالم. 4 سنين ويدخل علينا كأس العالم فرنسا 1938. انسحب المنتخب المصري للمرة الأولى من تصفيات كأس العالم 1938. كان المفروض المنتخب المصري هيواجه نظيره المنتخب الروماني، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الانسحاب. في روايات تاريخية بتقول إن السبب الرئيسي للانسحاب كانت المشاكل المالية، ولكن الرواية الأصدق هو الخلاف على جدول المباريات والتعامل الغير العادل في تحديد مواعيدها. الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إن المباراة هتتلعب في نهار شهر رمضان، وبالتالي أصر الاتحاد المصري على تغيير ميعاد المباراة عشان يكون مناسب أكتر للاعبين. وبكده اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب المصري منسحبا، وتأهلت رومانيا مباشرة إلى نهائيات تلك النسخة التي توجت بها إيطاليا فيما بعد. دلوقتي جه الدور على مهد كرة القدم إنها تستضيف نسخة من نسخ كأس العالم عشان نشوف كأس العالم البرازيل 1950. بعد إلغاء نسختي كأس العالم 1942 و 1946 بسبب الحرب العالمية الثانية في أوروبا، كان من الصعب على أي دولة في أوروبا تنظيم كأس العالم حتى بعد انتهاء الحرب نهائيا وعودة الحياة الطبيعية.
لكن كان هناك دمار ضخم في معظم دول أوروبا على أثر الحرب العالمية الثانية. في الوقت ده قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل البطولة لأمريكا اللاتينية، خصوصا البرازيل اللي وافقت على تنظيم المونديال. وبشكل طبيعي كان المنتخب المصري من ضمن المنتخبات المتواجدة في التصفيات للعب مباراة فاصلة والمشاركة في كأس العالم. ولكن مسؤولي الكرة المصرية قرروا الانسحاب للمرة الثانية بسبب طول مسافة السفر عبر المحيط الأطلسي والتكاليف المالية الباهظة للرحلة. كأس العالم سويسرا 1954 بنفس نظام التصفيات وقع منتخب مصر في صدام قوي مع منتخب إيطاليا، والفائز من المباراتين هيتوجه مباشرة إلى كأس العالم. مباراة الذهاب كانت في القاهرة شهر نوفمبر 1953، انتهت بخسارة المنتخب المصري 2-1. أحرز هدف مصر الوحيد اللاعب الديبة محمد دياب العطار. عشان تتلعب مباراة الإياب في إيطاليا 24 يناير 1954 بمدينة ميلانو، ولكن تنتهي المباراة بهزيمة قاسية لمنتخب مصر بنتيجة 5-1. سجل هدف الفراعنة الوحيد اللاعب علاء الحمولي. وبكده تأهل المنتخب الإيطالي بمجموع المباراتين، وودع المنتخب المصري التصفيات وسط صدمة في الأوساط الرياضية، لدرجة أن بعض الصحف عبرت عن الهزيمة بمقولة مقتبسة من القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كأس العالم السويد 1958 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير نظام التصفيات، بحيث تكون التصفيات عبارة عن دور أول ودور تاني، والفائز من كل دور هيلاعب الآخر في مباراة فاصلة. قرعة الدور الأول حطت منتخب مصر في مواجهة منتخب قبرص اللي قرر ينسحب في النهاية، وبكده يتأهل المنتخب المصري للدور الثاني عشان تنتظر مواجهة مع شقيقه المنتخب السوداني. لكن المشكلة ما كانتش هنا. على الجانب الآخر منتخب أندونيسيا هيواجه اللي ما يتسموش، فبالتالي قرر الانسحاب على مواجهة هذا الوضيع. وبالتالي الفائز من مباراة الشقيقان سواء منتخب مصر أو منتخب السودان هيواجه اللي ما يتسموش، فهنا قرر المنتخبين الانسحاب نهائيا من التصفيات، خصوصا ان ميعاد المباراة كان في السنة التالية للعدوان الثلاثي على مصر، فسمي بالانسحاب التاريخي. كأس العالم تشيلي 1962 كان من المقرر مواجهة منتخب مصر مع شقيقه السوداني مرة أخرى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن تزامن موعد المباراة مع موسم هبوب الرياح الموسمية اللي أثرت على البلدين، فبالتالي طلب الاتحاد المصري والاتحاد السوداني تأجيل المباراتين، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض هذا الطلب، فقرر المنتخبين الانسحاب من التصفيات عشان تتوالى قرارات الانسحاب من الجانب المصري. كأس العالم إنجلترا 1966 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم لعب مباراة ملحق للتأهل بين المنتخبات الإفريقية والمنتخبات الآسيوية، فانسحبت المنتخبات الإفريقية بالكامل بما فيهم المنتخب المصري من التصفيات، لأنها كانت بتطالب بمقعد مؤهل لقارة إفريقيا مباشرة لكأس العالم. كأس العالم المكسيك 1970 في الفترة دي وحتى عام 1973 كانت الأنشطة الكروية الدولية متوقفة بشكل شبه كامل في مصر بسبب حرب الاستنزاف، ومن وراءها حرب أكتوبر 73 والانتصار المجيد واسترداد مصر أرضها من الكيان المحتل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول، ولكن انتظرونا عشان نكمل مغامرة منتخب مصر في المونديال، وأتمنى أن انتوا تشجعونا بالاشتراك في القناة عشان نكمل باقي السلسلة، وياريت تكتبوا آراءكم في التعليقات. سلام.